مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم بيتزا بالكريمه كتجي لذيذه بزاف، واحد المذاق رائع جدا. ما عليكم الا تجربوها وتجاوبوني في التعليق كيفاش جاتكم، واش عجبتكم ولا ما عجبتكمش. ندوزو المقادير وطريقه التحضير. غادي نحتاجو الفورص، الكميه اللي كتحتاجو غادي نزيدو عليها الفورص. ديما الفورص كيكون قل من الفينو. غادي نزيدو ملعقه ديال الخميره، شويه مليحه، شويه سكر، شويه الماء باش يذوبوا لينا. غادي نزيدو عليهم واحد الحكه ديال الزعتر، واحد تقريبا نص كاس ديال زيت الزيتون او الزيت العاديه والماء سخون باش نعجنو. وكنزيد واحد الملعقه كبيره ديال الخل باش كتجينا العجينه ديال البيتزا هشيشه بزاف. كنغطيوها تختمر، كنرشاو شويه الزيت، نديرو عليها واحد البلاستيكه نخليوها حتى يضاعف الحجم ديالها. وندوزو باش نوجدوا الحشوه. بالنسبه للحشوه عندنا الفلفله حمراء ولا خضراء، كيبقى لكم الاختيار. يمكن لكم تنوعوا، يمكن لكم تستعملوا غير نوع واحد او لون واحد. غادي نقطعوا على شكل رقيق بزاف كما كتشوفوا في الشاشه. كتكون رقيقه بزاف لحقاش ما غاديش نطيبوها ولا في المقله، زعما غادي نشحروها، غادي نستعملوها هكاك فوق البيتزا. داكشي علاش خاصنا نديروها رقيقه باش كطيب لينا. وغادا ندوز كذلك باش نجيب البصله. انا هنايا استعملت البصله البيضاء، هي اللي متوفره لي صراحه. يمكن لكم تستعملوا البصله الحمراء، صراحه كتجي لذيذه البصله الحمراء خيار من هاد البيضه، ولكن ماشي مشكل نقضيو داكشي اللي عندنا. حتى هي كنقطعوا على شكل رقيق بزاف يكون شفاف ونخليوه على جنب. ندوزو باش نحضروا لاصوص ديال البيتزا. عندنا لاصوص ديال المطيشه واجده، غادي نزيد عليها شويه بزيره، شويه مليحه، شويه تحميره، واحد شويه ديال الزيت، واحد الحكه ديال الزعتر. انا كيعجبني لاصوص نشحرها باش كتجي بنينه بزاف. كنزيد عليها واحد تقريبا 2 المعالق ديال الماء، كنديرها واحد شويه الشحر كيطلق فيها داك الزعتر واحد الرويحه زوينه وكتجي بنينه بزاف. وكنخليوها تبرد. عندي هنايا العجينه ديال البيتزا ضاعف الحجم ديالها، والعجينه ولات مطاطيه، يعني كتسهل عليكم الخدمه، ما كتمحنكمش. كنقطعوها على شكل كويرات، يعني الحجم اللي بغيتوها كبيره ولا بغيتوها صغيره. تقريبا انا تعطيني 4 ديال الكويرات متوسطين الحجم. يمكن لكم نتوما ديروهم كبارين ولا ديرهم صغر من هكا، كيبقى لكم الاختيار. غادي نغطيهم بواحد البلاستيكه ونخليهم يرتاحوا على الجنب. وغادا نجيب واحد المقيله ندير فيها شويه زيت الزيتون، تقريبا عندي هنايا الكفته عفوا. غادا نديرها حتى هي تشحر واحد شويه مع شويه ديال المليحه باش ما تبقاش فيها ديك البنه ديال الغلمي. كتحيد منها غير تسحر، ما نخليوهاش طيب غير شويه صافي. غندوز البصله والفلفله ندير لهم واحد شويه ديال المليحه باش ما يجيونيش باسلين. غادا نجي فوق سطح العمل، غادا نرشو بواحد شويه ديال الزيت، وغادا ندير ديك القرصه ديال البيتزا ونحاول انني نقرصها كما كتشوفوا على تكون شويه رقيقه. انا كتعجبني البيتزا تكون رقيقه، واللي كتعجبو بيتزا غليظه خلاص يخليها غليظه. المهم كيبقى لكم نتوما الاختيار، تفنوا كما بغيتو. المهم حنا غير كنوريكم الطريقه وصافي، كنشاركوا معكم يعني الطريقه ديالنا. الا عجباتكم ما فيها باس تجربوها، ولا يعني كيبقى لكم الاختيار. صافي الكريسه ديالي درتهم شويه رقاقين، غادا نتقبهم شويه بالفورشيط باش ما يتنفخوش ليا بحال الخبزه. وغندير عليهم لاصوص من بعد ما بردات. ما ديروش فوقها لاصوص، الا كانت سخونه لاصوص غتخسر لكم العجينه، خاصها تكون بارده. وغادا نزيد الفلفله والبصله من فوق لاصوص كما كتشوفوا. نحاول انني نعمر ديك البيتزا ديالي باش كتجيني عامره، يعني ما عندي ما نقول. وغادا نزيد الكفته من فوق. يمكن لكم تستعملوا حتى الطون ولا الصدر ديال الدجاج، هو يمكن لكم تشحروا شويه وديروه حتى هو تضيفوه. غادا ندخلهم للفران يطيبوا، نديرهم الفوق تيطيبوا تيتنفخوا ليا، ديك العجين تنفخ ليا. وغادا ندوز باش نوجد الكريمه ديالي، ولكن خاصه البيتزا تكون طايبه. عاد وجدوا الكريمه ديالكم. هنا درت 2 معالق ديال الزبده، ودرت لهم 2 المعالق ديال الفرص. تقريبا انا قويت الفرص، درت 4 المعالق ديال الفرص، ودرت 2 كيسان ديال الحليب بشويه. جاتني ثقيله ومهم ما جاتنيش الكريمه هي هذيك، المهم قضيت بها ماشي مشكل. نتوما راكم تعرفوا كيفاش غادي تطلعوها. من بعد ما طابت لي البيتزا غادا نزيد عليها ديك الكريمه من الفوق كما كتشوفوا. كتجي لذيذه بزاف ورائعه رائعه رائعه بزاف. هاد البيتزا كتجي زوينه بزاف. وما تنساوش ديروا مليحه في هاد الكريمه باش كتجيكم ديك البيتزا بنينه. ومازال ان شاء الله مره اخرى غادا نجربها معكم، ولكن هاد المره نجربها معكم في ميني بيتزا، وتكون ان شاء الله الكريمه ناجحه في 100%. غادا نزيدوا الفرماج اللي عندكم، زيدوا الفرماج. الا ما كانش عندكم فرماج ما ديروش الفرماج، كتجي زوينه واخا ما كاينش لا فرماج. ديك الكريمه كتعطي واحد الدور زوين.
وبالنسبة هاد الكريمة اللي درتوها فوق البيتزا والعجينة باقا خضرا، ما كطيبش لكم عجينة وكتجيكم يعني عيانة، كتجيكم معجنة. خاصها تكون الخبزة ديال البيتزا خاصها تكون طيبة، نديروا الكريمة وبالصحة والراحة. وإلا شفتوا الفيديو بطبيعة الحال ما تنساوش تخليو لي متابعة وجيم وتعليق زوين بحالكم. وشكرا لكم على المشاهدة، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، ونشوفكم على خير وبخير. صافي وصلنا نهاية ديال الفيديو، صافي الفيديو سهله. يلا الله يعاونكم، حتى الفيديو قادم ان شاء الله.